السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي انا حابة اشكر حبايبي واخواتي واصحابي اللي سألوا عليا علشان ما بنزلش فيديوهات بقالي فترة. بشكركم جدا جدا يا حبايبي من كل قلبي. متشكرة قوي قوي والله العظيم، مش عارفة اقول لكم ايه. وبطمنكم عليا انا بخير الحمد لله. وكمان طالعة مصيف، يعني بحب ان انا اطمنكم اكتر. كمان طالعين مطروح ان شاء الله. ادعوا لي ان هي تكون رحلة سعيدة بإذن الله. وهصور لكم كمان فيديوهات هناك ان شاء الله. ودي اول تجهيزاتي في يعني التجهيزات اللي هاخدها معايا المصيف. تمام، هنعمل اول حاجه الكفته. معايا 2 كيلو من اللحمه المفرومه. نسبه الدهن فيها يعني يكون 25%. يعني قولي للجزار وانت بتجيبيها انا هعملها كفته. تمام. اهم حاجه تكون فيها نسبه دهن علشان ما تفكش منك. حطيت على الاتنين كيلو من اللحمة 4 أكياس من خلطة الكفتة اللي هي كنور. جميلة جدا جدا، يعني فيها كل الحاجات اللي بتحط على الكفتة. وبتدي الكفتة ريحة وطعم خطير. فيها دقيق وفيها بصل مجفف وتوم مجفف وبقدونس مجفف. وفيها توابل كزبرة وكمون وفلفل اسود وملح وقرفة وجوز الطيب. وفيها دهن نباتي. وكمان خالية من أي مواد حافظة. وكمان يا حبايبي عملت 4 حزم من البقدونس، الورق بتاعهم فقط لا غير، غسلتهم كويس جدا وقطعتهم صغير قوي قوي. ونزلت بيهم على اللحمة بتاعتنا. وكمان فرمت 4 بصلات متوسطين في الكبة وصفتهم من المية بتاعتهم. وحطيت المية في كيس واحتفظت بيهم في الفريزر. ممكن تعملي بيها بوفتيك أو تعملي بيها بانيه، يعني ما ترميش المية بتاعت البصل. تمام كده. بس معذرة، الحتة بتاعة البصل دي ما جتش، كان الموبايل بيرن وبيفصل اول ما حد بيرن عليا وما خدتش بالي. وقعدت عجنت الكفتة بتاعتي بالشكل ده كويس جدا لحد ما ابيضت ولونها اتغير. وعملت انسجة، يعني تمسكي اللحمة كده بين ايديك الاتنين وتشديها كده تحسي ان فيها انسجة بين اللحم بتاعها. علشان تضمني ان الكفتة ما تفكش منك. تمام، لازم تتعجن كويس جدا ويكون فيها نسبة دهون. التوابل بقى حبيبتي، يعني ممكن تحطي التوابل اللي انت عايزاها، يعني ممكن تستكفي بملح وفلفل اسود فقط لا غير. تمام كده. طب لو انت ما عندكيش بقى الاكياس بتاعت خلطة كنور دي، خلطة الكفتة بتاعت كنور، ممكن تحطي على كل الكيلو من اللحمة معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وملح وفلفل اسود ونص معلقة من القرفة ومعلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون ومعلقة صغيرة من التوم البودر. دي بدل الخلطة بتاعت اكياس كنور. تمام. انا صبعتها بالشكل ده على خلة الشيش طاووق. وفي الوقت ده كنت مولعه الفرن درجه حراره 200 من تحت، وحطيته على الشبكه زي ما انتم شايفين. طالعه معايا بالجمال والقمر ده. انا ما ولعتش الشوايه خالص، سخونيه الفرن هي اللي سوت لي الوش بتاعها من فوق. طالعه معايا طريه ومش مكتومه. وبجد تحفه، بصوا الطراوه بتاعتها جميله جدا. وطعمها وريحتها يعني مش عايزه اقول لكم خطير. بصوا الكفته عامله ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها، بجد حلوه قوي. هسيبها بقى تبرد وبعد كده هعبيها في علبة اللي احنا هناخدها معانا المصيف ان شاء الله. هحطها كده في علبة، واول طبعا هحطها في الفريزر عشان عايزاها يعني تتجمد شويه. هغطيها بغطا محكم جدا واحطها في الفريزر. اول ما اروح بقى هناك هحطها على الشبكه عشان تبدا تفك واحده واحده. وهنبدا ان احنا نسخنها بقى على النار كده في طاسه على نار او في صينيه بمعلقه من السمنه البلدي كده، هتبقى في منتهى الجمال والروعه. هتعملي جنبها مكرونه، هيبقى انت كده عملتي يوم كده كفته ويوم مكرونه. تاني يوم هتعملي فراخ مع مثلا رز وملوخيه. هنعمل بانيه. يعني هنعمل شويه حاجات كده حلوين مع بعض. هنا بقى معايا تاني حاجة هجهزها الفراخ. معايا 3 فرخات كده جايباهم انا بلدي، وهنبدأ ان احنا نغسلهم. اهم حاجة حبايب قلبي بنجهز كل حاجة جنبنا. يعني الدقيق والملح والليمون والطبق اللي احنا هنشيل فيه الزوائد اللي هتطلع من الفراخ اللي احنا مش عايزينها. والسكينة علشان ايديكي طبعا ما تبقاش يعني مكانها فراخ وتروحي تفتحي اي درج او تعملي اي حاجة. وتجيبي ملح وحاجات زي كده. تمام. اهم حاجة بنجهز الحاجة اللي جنبنا، يعني تكون جاهزة. بنشيل بقى حبايبي الدهن من على الصدر بالشكل ده. انا هغسل طبعا ورك وصدر بس وهفصل معاكم وهجيب لكم الاخر علشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو. احنا بنشيل طبعا الدهن من على الصدر، وفي عروق كده بيضه بتبقى في الصدر اللي هي بتبقى ماسكه في الرقبه بتاعه الفرخه.
يعني اي زوائد، اي حاجه مش مرغوب فيها، احنا نخلي اللحمه بس بتاعه الفراخ، يعني عايزين اللحمه فقط لا غير. اي دهن بقى، اي دم متجمد في الورك كده بنطلعه بايدينا زي ما انت شايفه كده، او لا بلاش سكينه، بمعلقه، عشان يعني حفاظا على ايدك يا حبيبه قلبي. تمام كده بنطلع الدم المتجمد ده، وطبعا الماده اللزجه اللي بين الفراخ بنطلعها، وبتبقى معانا الفراخ فله كده زي ما انتم شايفين. اول غسله ما بحطش ملح ودقيق، يعني اول غسله بشيل منها الزوائد، اي حاجه مش عايزاها. دي تاني غسله بقى بغسلها بالملح والدقيق والليمون كويس جدا جدا. وهنا الطبق ده محضره فيه مع ميه فيها طبعا ده محلول النقع بتاعها، معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح وعصره ليمونتين. بعد ما اشطفها بقى من الملح والدقيق والليمون كويس جدا جدا، والميه تبقى بيضه وصافيه معايا وزي الفل كده، هحطها في محلول النقع بتاعها. تمام، مده لا تقل عن ساعه. تمام كده، دي غسلتها برضو بالملح والدقيق وصفيتها في المصفى، وهحطها في محلول النقع زي ما انتوا شايفين. بعد ما انقعها مده لا تقل عن ساعه يا حبايب قلبي، هشطفها شطفه حلوه قوي، وبعدين هصفيها في المصفى زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها في اكياس التخزين بتاعه التلاجة، وهحطها في الفريزر عشان تجمد معايا، عشان واحنا رايحين بقى ان شاء الله في السكه ما تفكش مننا. وكمان وانا رايحه يعني زياده تاكيد او امان، كمان هحطها في الكولمن. الكولمن ده بيبقى شويه تلج من تحت ومكعبات من التلج، وبحط الفراخ في النص وبحط فوقيها مكعبات من التلج كمان، وبقفل الكولمن. بضمن ان الفراخ بتوصل معايا، لان طبعا سفر، ما تفكش منك. تمام. هنا بقى الفول ده حبايبي طبعا بعمله للفطار، هناخده معانا طبعا نفطر بيه جنب مثلا جبن بقى، وجنب حلاوه، وجنب بيض وكده. انا نقعت الفول ده من حوالي يعني من 4 ل6 ساعات. الفوله اول ما بتتنقع بتحس ان هي حجمها زاد، بحطها على النار لحد ما تاخد اول غلوتين كده. وبعد كده حبايبي حطيت عليها معلقتين من الرز غسلاه كويس جدا. لو انت مش حابه تحطي رز ممكن تحطي معلقتين من العدس، ممكن تحطي معلقتين من غله البليله. وبعد كده قرب ما استوت يعني عصرت عليها عصره ليمونتين، وسبتها لما بردت خالص بقى، وبدات ان انا اعبيها في اكياس برضو حسب الوجبه وحسب الافراد اللي معاكي. تمام. اهم حاجه في الفول ان انت توطي عليه على نار هاديه جدا، يعني بعد ما ياخد اول غلوتين كده هدي عليه النار علشان ما يلسعش منك، ومن وقت للتاني كده لازم تديله تقليبه علشان طبعا ما يلزقش في قعر الحل. هنبدا ان احنا نحطه كده حسب الوجبه بالشكل ده بعد ما يبرد، وهنحطه في الفريزر عشان يتجمد برضه، اخده معايا متجمد. تمام. هحطه بقى على الصينيه كده، وهاخد الصينيه بحالها كده واحطها في الفريزر. دي تالت حاجة هنعملها مع بعض. رابع حاجة يا حبايبي، أنا معايا هعمل بطاطس مهروسة كده برضو الفطار، هتبقى جنب الفول والبيض والحاجات دي. معايا كده كمية من البطاطس قشرتها وغسلتها كويس جدا، وحطيت عليها مية لحد ما اتسلقت معايا بالشكل ده. بصفيها بس كويس، وبعدين هنبدأ ان احنا نحط عليها كمية حلوة كده من الزيت، وهنزل بنص معلقة من التوم المفروم. اول ما اشم ريحه التوم كده، مش عايزاه يحمر خالص يعني، يا دوبك كده نشم ريحه التوم مش اكتر يعني. هنبدا ان احنا نهرس البطاطس بتاعتنا. تمام. هنحط بقى حبايب قلبي البطاطس بتحب التوم، وبتحط بتحب سوري الكمون. هنحط معلقه حلوه من الكمون، وطبعا اوريدي احنا حاطين نص معلقه من التوم، يعني ما تكتريش توم علشان التوم بيأثر العمر بتاعها، يعني بيخليها مش تقعد معاكي فتره طويله. تمام. هنحط بقى معلقه كبيره كده من التوم، ليه مركزه على التوم مش عارفه الكمون، ورشه كده من الفلفل الاسود. لو انتي مش حابه لونها يتغير ممكن فلفل ابيض. تمام. ومعلقه من الملح، وهنقلب بقى الحاجات كده مع بعض. وبعدين هننزل بمعلقه حلوه كده ومعلقتين من السمنه البلدي كمان، تديها ريحه ونكهه كده ونفس حلو. دي سمنه بلدي بقري.
دولت اخر شويه في البرطمان. ان شاء الله هحاول ان انا بقى ايه نسيح شويه كده، علشان السمنه قربت تخلص معايا. هنبدا ان احنا نقلب كده الثوم والكمون والفلفل الاسود والملح، وهنزل كمان بثلاث حزم كده من البقدونس. انا بحب البقدونس فيها كتير، بيديها طعم حلو قوي، الورق بس مش العيدان. غسلاه كويس جدا ومصفياه ومقطعاه صغير قوي. هنقلبها بقى وهنسيبها لما تبرد خالص، هنعبيها في علبه بالشكل ده ونحطها برده في الفريزر تبقى جاهزه معانا، نسخن منها هناك ان شاء الله. تمام. رابع حاجة، معايا الترمس ده انا نقعاه من بالليل لحد الصبح. يعني انا عملته اول حاجة قبل التجهيزات دي كلها، قبل الكفتة والفراخ انا كنت نقعاه في مية من بالليل لحد الصبح، وبدأت ان انا اسلقه علشان اغير عليه يومين تلاتة. واخدين بالكم؟ يا رب المعلومة تكون عارفة اوصلها لكم. يعني انا نقعته حبايب قلبي قبل ما احضر الحاجات دي بيومين تلاتة، نقعته في مية من بالليل لحد الصبح، وبعدين حطيت عليه مية. المية لازم تكون مغطياه بكمية كبيرة جدا لانه هتشرب المية، ولو اتشرب الميه وحسيت ان هو ما استواش زوديه بميه سخنه بتغلي. تمام. وهنحطه على نار عاليه ومش هنغطيه، واول ما نلاقي شويه ريم كده على الوش او لقيتي شويه ريم ابيض كده هنشيله، وبعد كده هنسيبه لما يستوي تماما وتتك عليه كده تلاقي القشره بتطلع لوحدها. هنصفيه وهنغير عليه بقى يومين ثلاثه، الصبح وبالليل، صبح وبالليل. تمام. او ثلاث مرات في اليوم عادي خالص، علشان المرارة بتاعته تروح خالص. ده طبعا بقى لزوم التسالي، سوداني ولب بقى وحاجات كده، علشان واحنا قاعدين على البسين كده بالليل نتسلى بيه. كده انا غيرت عليه 3 ايام صبح وبالليل، وبعدين هحطه بقى في البرطمانات بتاعتي. وطبعا برطمانات ما تكونش ازاز، عشان طبعا احنا رايحين مع ناس وشنط وحاجات، فالبرطمانات دي كويسه جدا علشان لا قدر الله لو اتخبط ولا حاجه البرطمانات ما تتكسرش. والميه دي طبعا هنحط فيها كيس من الملح، وهنبدا ان احنا نغطي الترمس بالميه دي. تمام. كده احنا عملنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رابع حاجة، مش عارفة والأخيرة تقريبا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأكون ضيفة خفيفة على قلبكم. وإن شاء الله يا حبايب قلبي أشوفكم في تجهيزات برضو اللي أنا هاخدها، أعمل لكم حلقة في الحاجات اللي أنا هاخدها كلها إن شاء الله بكرة إن شاء الله قبل ما نسافر. ادعوا لي تكون رحلة سعيدة، وربنا يسعد أيامكم ويدومكم أكبر نعمة في حياتي، ويجعل أيامكم كلها سعادة وخير وبركة بإذن الله. أشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.